بصوا بقى الكميه بتاعتي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عايزه اقول لكم، بصوا من جوه، بصوا من جوه مستويه، ما فيهاش اي حاجه خالص. الطعم والريحه خطيره. بصوا كمان صوت القرمشه. بصوا القرمشه بتاعتها اهي كلها، اللي مستويه الاول واللي مستويه الاخيره برضو. صوت القرمشه جامده يا جماعه. بصوا ما شاء الله، بصوا الجناح قد ايه، يعني الجناح بيبقى صغير اصلا. بصوا دي الاجنحه بتاعتي، انا هنا عامله لها محلول نقع بقى بالخل والليمون كده، علشان يفتح اللحم معايا من جوه ويبقى لونه ايه، ابيض وحلو. تمام. انا هنا زي ما قلت لكم بجيب الفراخ وبقسمها بقى، بعمل الجناحه لوحدها والكبد لوحدها كل حاجه ايه بتبقى لوحدها. تمام. دي بقى الخطوه المهمه والاساسيه: معلقه من الكاري، معلقه من الثوم، معلقه من الملح، معلقه من الفلفل الاسمر، معلقه من مرقه الدجاج البودر. ودي خطوه مهمه قوي قوي، بتفرق جدا في طعم الفراخ بتاعتك او الاجنحه بتاعتك اللي هتعمليها كنتاكي. تمام. هنا معايا لتر من الميه، تمام، ميه من الحنفيه عاديه. حطيت عليه البهارات بتاعتي. اهم حاجه البهارات بتاعتك تبقى مظبوطه، دي هتفرق جدا جدا في الطعم. دوبت البهارات كلها في الميه تماما زي ما انتم شايفين كده. تمام. وبعد كده خدت الاجنحه بتاعتي المغسوله كويس، المنقوعه مفيش فيها زفاره خالص، وسبتها في التتبيله ديت. عايزه اقولك سبتها اقل حاجه 3 ساعات. تمام. انت وراحتك، عايزه تسيبها ازيد عايزه تسيبها اقل براحتك. تمام. دي الاجنحه بتاعتي اللي انا كنت مطلعاها من الفراخ. انا بجيب الفراخ وبقسمها بقى، بقسم الجناحه لوحدها والكبد لوحدها والقوانص لوحدها وكل حاجه لوحدها. ايه، بدل ما اشتري ايه كل حاجه لوحدها بتبقى غاليه، فبتوفر معايا. تمام. كل شويه، كل مدى، كل شويه كده كنت بقلبها ايه، عشان التتبيله بتنزل تحت. تمام. بقى هنا بعد ما قعدت لها في التتبيله اقل حاجه 4 ساعات او 3 ساعات زي ما تحبي، جبت بقى بوله فيها دقيق، والبوله التانية فيها ميه من الحنفيه، بس تكون ميه ساقعه. تمام. كده كده الجو ساقعه، فالميه طبيعي ايه هتنزل ساقعه. وبعد كده ايه بعصها في الدقيق، والزيت بتاعي يكون سخن طبعا. هنا بعصها في الدقيق، وبعد كده بحطها في الميه، وبعد كده برجع احطها في الدقيق واقلبها. عايزه اقول لك بقلبها اكتر من 15 مره، عشان عايزاها تعمل كفر وتعمل شراشيب كده وتعمل كفر عالي. عايزه اقول لك ان التقليب ده بيفرق كمان في الاجنحه بتاعتك. بصي بقلب كتير كتير كده، كتر التقليب بيخليها تعمل كفر، تحسي ان الجناح كبر معاكي. والله العظيم بجد، يعني الجناحه كانت صغيره، تحسي ان الجناحه بتفرد معاكي وبتكبر من الكفر ده. والكفر ده بيعمل قرمشه حلوه قوي قوي. وبعد كده طبعا هتنقليها او هتنطريها كده ايه، تخبطيها خبطتين عشان تنزل ايه الدقيق الزياده اللي فيها. تمام. بعد كده يكون زيت غزير وسخن بقى، هتقعد معاكي حوالي 8 دقايق في الزيت. تمام، على نار وسط خالص، يعني مش نار عالية قوي ولا واطية قوي. اول ما بتحمر، اول لونها ما بيحمر كده، بنهدي على النار ونسيبها لمدة 8 دقايق. آه ما تقلبيهاش غير لما تاخد لون. بعد كده انا الكمية بتاعتي اللي فاضلة صفيتها من التتبيلة، وعملت معاكم تاني واحدة اهي. يا دوبك اول مرة في الدقيق بعصها بس دي، وبعد كده برجع احطها في المية. تاني مرة بقى لما بطلعها من المية وارجع احطها في دي ديت اللي بتاخد تقليب مني كتير. دي محتاجة مجهود شوية ومحتاجة شوية صبر. تمام. عشان تطلع معاكي حلوة ونافشة وكبيرة كده وتملى العين وتعجب الأولاد، ما يقولكوش ايه ده يا ماما، ده الجناح مش هيكفي، لا ده شوية صغيرين، لا احنا عايزين قرمشة. فالقرمشة بتخلي طعمه حلو قوي. شايفين، عايزة اقولك هنا بعد 4 دقايق من السوا، هنا بعد ما اخدت السوا الكامل، بصوا طلع لونها بسم الله ما شاء الله يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. والله يا جماعة الطعم روعة، الطعم حلو قوي قوي. والله احلى من بتاعة المطاعم، ولا فيها زفارة ولا فيها دم ولا فيها اي حاجة خالص، حاجة نظيفة، حاجة فاخر من الاخر. طبعا انا كل ما بين مره ومره كنت بنضف الزيت عشان ما يغمقش مني ويخمقها ويتحرق بسرعه. تمام. وعايزه اقول لك حاجه كمان مهمه، ما شربتش زيت كتير خالص، خفيفه خفيفه خفيفه. بصوا يا جماعه اللون ده يا جماعه حاجه كده بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بجد يا جماعه والله العظيم جربوها في البيت، صدقوني جربوها في البيت هتعجبكم قوي. مش هتاكلوها من بره خالص، لان بره مبالغ فيها بسعر مش عايزه اقول لكم مبالغ فيها ازاي. فانا ولادي عايزين ياكلوا كل شهر كنتاكي، عايزين ياكلوا حاجات من دي. فطبعا ما اقدرش، الميزانيه ما تقدرش ان هي تجيب كل شهر اكل كده من بره، لا.
فلازم الواحد ان هو يعمل كل حاجه في البيت ويوفر. خليكي ست شاطره، خليكي ست لهلوبه، وتعجبي جوزك ويقول عليكي انا هتجوز واحده مع يعني مش عايزه اقول لك يعني هينبهر بيكي قد ايه وهيتشرف بيكي قد ايه، لان هو الوش السعد عليه صراحه. هنا خلاص كنت خلصت الكميه كلها، ما شاء الله عجباني جدا جدا والله يا جماعه، حلوه جدا.